السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة النهارده كان عندي حديث ولادة اول مرة، وهي كانت بتسأل على حاجة مهمة جدا، ان هي محتاجة تدخل لبن صناعي او تدخل اضافة للرضاعة، لان الطفل عمال يرضع كتير ومش بيشبع منها، وان ابني مش شبعان، وان انا مقصرة معاه، وحالتها النفسية سيئة جدا. والحقيقه دي مشكله بتقابلنا كتير جدا 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 في موضوع الرضاعه الطبيعيه. ناس كتير جدا بتقلق، فخلينا نفهم بسرعه الموضوع ماشي ازاي وربنا عامله ازاي، لان الموضوع ده زي ما البيبي ده من 9 شهور ما كانش موجود، واللي جابه ربنا وعمله هو ربنا اللي عامل الرضاعه وعامل كل ده. وده مش موضوع ديني ولا فلسفي، ولا ده موضوع علمي كمان يعني. البيبي لما بيتولد معدته بتبقى قد حجم الكريزه الصغيره، بتاخد من 5 سم ل 7 سم سائل اللي هو اللبن، يعني لبن الام. انتوا عارفين 5 سم 7 سم ده لو حطيناه في البريست ده كله مش هيبان حاجه خالص، مش هنحس باي حاجه، وبالتالي انا لما اعصر وادوس واشوف مش هلاقي. طيب ال 5 7 سم دول في معده قد الكريز اللي هي بتقعد تتحول لقد مثلا عين الجمل بعد 3 4 ايام، قد الخوخه الصغيره بعد مثلا اسبوع، قد بيضه كبيره. الموضوع بياخد وقت، كميات قليله جدا، فهو لازم يرضع فريكوينت لان معدته صغيره، بتملى تفضي تملى تفضي. وبالتالي ده العادي بتاعه خالص، ومعنى مش معنى ان هو عايز يرضع كتير ان هو جعان وان هو مش لاقي لبن وبتاع. طب انا هعرف ان انا مكفيه ابني ازاي؟ ودي نقطه بس الفنيه المهمه، السؤال المهم. طب انا بكفي ابني ازاي؟ هتعرفي من خلال 3 حاجات سهلين جدا. رقم واحد، البول والبراز بتغيري دايبرز كتير، الحمد لله كله تمام. وزنه بيزيد بعد اسبوعين من ميلاده، لان اول اسبوعين الحقيقه ممكن الطفل يفقد جزء من وزنه لحد 10%، يعني حد 200 جرام ولا حاجه ممكن ينزلهم في وزنه عما كان مولود. ده طبيعي ومقبول جدا في الاول، مش معنى كده ان في مشكله. ثم يبقى البول والبراز وزياده الوزن والحاله العامه بتاعته، الطفل اكتف ونشط وبيرضع وبيعمل لاتشن كويس وبيمسك صدر مامته كويس والامور ماشيه تمام. كل ده يؤكد ان الدنيا تمام طالما الميزان بيزيد والبول والبراز. مش معنى انه عمال يدور ان هو جعان. وعشان كده انا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو قبل كده سابق على موضوع اللهايه او السكاته او الباسيفاير سوسيتا، ان هي اسمها نون نيوتريتيف فيدنج، ان في اطفال بتحب ترضع كتير ترضع كتير ترضع وتعيط عشان ترضع، وهو بيزيد جدا وبيرجع جدا ووزنه كويس جدا، فده مش محتاج اكتر من ان انا اديله حاجه تهديه زي السوسته او السكاته في الفواصل يعني. فمساله وجود لبن بدري او تدخل لبن بدري او حاجه، لا دي حاجه مش صح جدا. الصدر في الاول بيكون لسه حجم كميه اللبن اللي موجوده فيه على قد معده الطفل ومناسبه جدا جدا. الطفل مش معنى انه بيطلب وبيدور على الرضاعه وبيعمل ان هو جعان وان هو مش لاقي وبتاع. وعلامات الشبع زي ما قلنا، ابني بيعمل بيبي بول براز كويس، بغير دايبرز كويس، وزنه بدا يزيد بالتدريج، بتابع مع دكتور. ممنوع ومش شرط ان انا اعمل الحركه اللي بتتعمل اول ما تلاقيه بيعيط وبتاع وادوس ما الاقيش صدري والكلام ده، اروح كاتبه او عاطيه اي البان خارجيه. اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم بكل صحه وعافيه. شكرا.